مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. عقد اجتماعات لتقييم أنشطة لجان الصلح الأهلية في الإقليم الجنوبي. إشادة بتزيين المرافق الخدمية في العاصمة أسمرة بمناسبة قدوم العام الجديد. ازدياد نسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة بمديرية كرم. صواريخ أوريشنيك الروسية تدخل الخدمة القتالية رسميا في بيلاروسيا. مواجهات مسلحة بين عناصر من الشرطة التركية وداعش تخلف عدد من القتلى. الصين تدعم وقف إطلاق نار بين تايلاند وكمبوديا في اجتماع ثلاثي بناء. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. عقدت لجان المصالحة في الإقليم الجنوبي اجتماعات في مديريات الإقليم خلال الفترة من 2 وحتى 30 من ديسمبر لتقييم التقدم المحرز والأنشطة في جميع إدارات المديريات خلال عام 2025. وخلال الاجتماعات التي ترأستها وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم، قدم أعضاء اللجان ومدراء إدارات الضواحي ملخصا لأنشطة الوساطة الأهلية لحل النزاعات بصورة سلمية. وبحسب التقارير فإن البرنامج بشكل عام والوساطة القائمة على القيم الاجتماعية بشكل خاص فعالان، مع وجود تنسيق فعال بين اللجنة وإدارة الإقليم والتزام اللجنة بتحقيق أهداف البرنامج، مما ساهم ذلك في حل معظم القضايا بطريقة سلمية. وتم تقديم توصيات خلال الاجتماعات لتكثيف حملات التوعية العامة المستدامة وإجراء برامج تركز على أخلاقيات الأسرة والشباب، مؤكدين على ضرورة مواصلة السعي لتحقيق ذلك. كما ناقش المشاركون بعمق ضمن مجموعات مسقرة المفاهيم الأساسية والمواضيع المتعلقة بقانون الأسرة. وأشارت الوزيرة فوزية هاشم إلى ضرورة مناقشة المناهج الشاملة للعدالة القائمة على معايير وقيم المجتمع من قبل أصحابها وضمان استمراريتها، موضحة أن مواكبة العصر يعني مراعاة أولوياتنا بحيث يشمل ذلك جميع فئات مجتمعنا ومراعاة واقعنا والظروف البيئية والتطورات العالمية. كما ذكرت أن وزارة العدل تعمل بلا كلل لتعزيز المشاركة الفعالة للمجتمع في شؤونه القانونية، مؤكدة بأن هذه التجربة الثرة خضعت للمراجعة من حين لآخر. وقالت أن مهلة لجان الصلح الأهلية والمدراء الإداريين لا تقتصر على حل المشكلات فحسب، مضيفة أن مهمتهم تشمل الحفاظ على القيم الاجتماعية والقيم الوطنية وتحديد أسباب النزاعات وإيجاد سبل لتحقيق الاستقرار. وأضافت أن المصالحة التي ترضي جميع الأطراف وتحقق حلا دائما للنزاعات وتعالج الكراهية والظلم بشكل دائم وتضمن الانسجام والوحدة الوطنية هي إحدى قيم المجتمع الإريتري التي نفتخر بها، وأنه يجب أن يتم العمل بجد من أجل استمرارها. هذا وقد تم انتخاب ما مجموعه 1160 عضوا للجان الصلح الأهلية يعملون في 227 إدارة ضاحية على مستوى الإقليم الجنوبي. تقدم المرافق الخدمية في الإقليم الأوسط محتوى خاص احتفالا بالعام الجديد يعكس الموارد السياحية ويستمر حتى 2 من يناير. تشمل الفعاليات المفتوحة للشعب على طول الشوارع الرئيسية في أسمرة، وخاصة من منطقة سيتي بارك وحتى ساحة الفاتح من سبتمبر، المطاعم والحانات وبرامج الترفيه للأطفال وعرض منتجات المصانع ومعارض بيع الكتب والحرف اليدوية. كما سيتم عرض مقاطع فيديو على شاشات كبيرة في ساحة الفاتح من سبتمبر تعكس مختلف الأنشطة. وذكر أصحاب المرافق الخدمية لوكالة إرينا أن البرنامج كان ينظم من قبل على نطاق محدود في مختلف المناسبات ويجد الاستحسان من الشعب، موضحين بأن المبادرة مشجعة وتضيف حفاوة كبيرة لأجواء استقبال العام الجديد. وناشدوا الجهات المعنية إلى تنظيم مثل هذه البرامج باستمرار دون اقتصارها على المناسبات، لما لها من دور كبير للتعريف بالموارد السياحية. وأفاد سكان المحتوى والحماس قد خلق أجواء مشرقة لاستقبال العام الجديد، متمنين للشعب الإريتري عامة وقوات دفاعه الباسلة عاما سعيدا وعيد ميلاد مجيد. وأكد أصحاب المرافق الخدمية على تنظيم برامج مماثلة في عام 2026 داعين الشعب إلى الاحتفال بطريقة تحافظ على نظافة البيئة. عقد الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا اجتماعا تقييميا في الفترة من 26 وحتى 28 من ديسمبر بالعاصمة أسمرة. وأشارت التقارير المقدمة في الاجتماع تنفيذ الاتحاد برامج فعالة في الشباب والطلاب لتعزيز الوعي السياسي والتنظيمي والمشاركة وزيادة الاهتمام بالتعليم الأكاديمي وتعزيز الوعي الاجتماعي ورفع الإنتاجية. وركز الاتحاد على الدورات التدريبية المدنية والندوات السياسية والمحاضرات وأسبوع التأطيرات الشبابية ومهرجان مؤسسات التعليم العالي
وأسبوع تنظيم فرق الورود الحمراء والجوائز التحفيزية للطلاب وغيرها. وتم عقد جلسة نقاش حول الورقة المتعلقة بتعزيز مركز الشباب جرت فيها حوارات مستفيضة لتقوية الشباب من جهود اكتساب المعرفة والعلوم وتعزيز وعيهم ومشاركتهم وصحتهم وإبداعهم وابتكارهم. وتم التوصل إلى تفاهم لتكثيف البرامج التوعوية للطلاب في إدارات الضواحي والارتقاء بدور وفعالية تنظيم فرق الورود الحمراء وتنظيم التدريب لتطوير القدرات البشرية للأعضاء والانتقال إلى تطبيق الأفكار الابتكارية المقدمة للمسابقة بعد إيفائها المتطلبات المهنية واستمرار الندوات والمحاضرات تماشيا مع مرحلة التصدي والتنمية. وقال رئيس الاتحاد السيد صالح مدين أن المهام التي تم تنفيذها جاءت بفضل المشاركة الفعالة للأسر والمجتمعات ومؤسسات الحكومة والجبهة، وخاصة المشاركة الفعالة للطلاب والشباب. وأكد على العمل الجاد بالنزول إلى مستوى إدارات الضواحي والقرى لتنفيذ برامج مؤثرة. ودعا مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سائق دعا الاتحاد إلى مواصلة التجربة المكتسبة في تقييم برامجه والانطلاق في تنفيذ مقترح خطته الاستراتيجية الخمسية بوضع اللمسات الأخيرة عليها. ارتفعت نسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة في مديرية كرن بنسبة 22% لتصل إلى 71% في العام الدراسي 2024-2025. وأوضح مسؤول التعليم بالمديرية الأستاذ يوسف عقبة سلاسي في ورشة العمل التي نظمت في 27 من ديسمبر بعنوان ضمان الجودة التعليمية والحفاظ على الإنجازات والمضي قدما نحو المزيد من التنسيق أن النتائج المشجعة هي ثمرة العمل المنسق من الجهات المعنية. وأشار ممثل مكتب الامتحانات الوطني للصف الثامن في مكتب التعليم بإقليم عنسبة الأستاذ حامد سعد الدين إلى ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في العملية التعليمية بالمديرية. واقترح المشاركون تحديد نقاط القوى والتحديات وتعزيز العلاقات بين أولياء الأمور والمدارس والدفع بأساليب التدريس التي تركز على الطالب وإجراء دورات تدريبية لتقوية قدرات المعلمين وقرص روح النجاح في المدارس. وذكر مدير مدينة كرن السيد رزاني أرعيا في ختام ورشة العمل بضرورة مساهمة الجميع للارتقاء بجودة التعليم والدفع ببرنامج مكتب التعليم بمديرية كرن. استشهد المناضل أنقسوم جبار تسفى جابر في 10 من ديسمبر الجاري عن عمر ناهز 73 عاما بمدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية. التحق المناضل أنقسوم جبار بجبهة التحرير الإريترية في عام 1975 وشغل مناصب مختلفة في الوحدات القتالية والأقسام الثورية حتى وصل إلى رتبة مساعد قائد قسم المؤن، ثم تم تعيينه في الخطوط الجوية الإريترية بعد الاستغلال. المناضل أنقسوم جبار رب أسرة وأب لبنت، وقد وري جثمانه الثرى ظهر اليوم 30 من ديسمبر بمقبرة الشهداء في مدينة دقمحرة. هذا وتعرب وزارة الدفاع عن حزنها باستشهاد المناضل أنقسوم جبار تسفى جابر وتعزي زويه ورفاقه المناضلين وزملائه. مشاهدينا الفاضل فاصل قصير ونقدم لكم الأخبار العالمية. على الصعيد العالمي أعلنت وزارة الدفاع الروسية دخول منظومة الصواريخ أوريشيك الروسية القادرة على حمل الرؤوس النووية الخدمة الفعلية، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المفاوضون سعيهم من أجل تحقيق انفراجة في محادثات السلام الجارية بشأن إنهاء حرب أوكرانيا. وقامت القوات احتفالا قصيرا بهذه المناسبة في دولة بيلاروسيا المجاورة، حيث نشرت الصواريخ وفق ما أعلنت عنه الوزارة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي أن منظومة الصواريخ أوريشنيك ستدخل الخدمة القتالية هذا الشهر. حتى الشهر الماضي لم يكن هذا السلاح الجديد معروفا، ووصفه بوتين بأنه صاروخ باليستي متوسط المدى ويمكنه بالتالي بلوغ أهداف يتراوح مداها بين 3000 و 5500 كيلومتر وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 3 من عناصر الأمن الذين ارتقوا خلال عملية ضد تنظيم داعش الإرهابي في ولاية يالوا الواقعة في شمال غرب البلاد. وأكد الرئيس التركي مواصلة بلاده الكفاح دون هوادة وعلى مختلف الأصعدة ضد الجناة سفاح الدماء الذين يستهدفون أمن دولتنا وطمأنينة شعبنا. وكانت السلطات التركية قد نفذت فجر يوم أمس الاثنين عملية أمنية ضد تنظيم داعش في ولاية يالوا أدت إلى مقتل 3 من أفراد الشرطة وإصابة 8 آخرين، كما أسفرت عن مقتل 6 إرهابيين من تنظيم داعش بحسب وزير الداخلية التركي علي يرلي غايا. والأسبوع الماضي أمر المدعي العام في اسطنبول بتوقيف 137 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية بعد معلومات استخبارية
أشارت إلى أن التنظيم الإرهابي يخطط لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. أصدرت الصين وتايلاند وكمبوديا بيانا مشتركا عقب اجتماع ثلاثي في جنوب غرب الصين ينص على أن تايلاند وكمبوديا ستعملان تدريجيا على ترسيخ وقف إطلاق النار واستئناف التواصل المتبادل. ووصف وزير الخارجية الصيني وونغ يي الاجتماع بأنه إيجابي وبناء، مشددا على أن بناء الثقة المتبادلة هي الأولوية الحالية مع استعداد بكين للمساعدة في مراقبة الوقف الناري وتقديم مساعدات إنسانية فورية. ويأتي هذا الاجتماع في سياق جهود دبلوماسية صينية لتهدئة التوترات الحدودية بين البلدين المجاورين، حيث سبق أن شهدت المنطقة اشتباكات متفرقة أدت إلى مقتل العشرات وسط توقعات بتوسيع التعاون الاقتصادي بعد الاستقرار الأمني. في الخبر الأخير، أعلنت إيران إطلاق 3 أقمار صناعية محلية الصنع للمراقبة من روسيا، أحدها يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي بخطوة جديدة ضمن برنامجها الفضائي، وذلك رغم العقوبات الغربية بحسب ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني. وأوضح التلفزيون أن الأقمار الاصطناعية ال3 أطلقت إلى الفضاء بواسطة صاروخ سايوز الروسي من مركز فوستوشني الفضائي في روسيا. وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية إيرنا أن الأقمار مخصصة لأغراض المراقبة وقد صممت من قبل القطاع الخاص. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أخذ اجتماعات لتقييم أنشطة لجان الصلح الآلية في الإقليم الجنوبي. إشادة لتسجيل المرافق الخدمية في أسمرة بمناسبة قدوم العام الجديد. ازدياد نسبة النجاح في امتحانات الشهادة المتوسطة بمديرية كرم. صواريخ أوريشنيك الروسية تدخل الخدمة القتالية رسميا في بيلاروسيا. مواجهات مسلحة بين عناصر من الشرطة التركية وداعش تخلف عدد من القتلى. الصين تدعم وقف إطلاق نار بين تايلاند وكمبوديا في اجتماع ثلاثي بلدي. شكرا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.